ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا انتوا سامعين البقبقه دلوقتي وشايفين الحلويات دي وهي لسه بتغلي كده حتى بعد ما طلعت من الفرن. تعالوا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. والله وحشتوني جدا جدا جدا. معانا نص كيلو مفروم، بصلايه مفرومه ناعم ومعصور ميتها، وطماطميه برضو متشال منها البذر والميه، وقرن فلفل، وخمس فصوص توم، وطحنا كل ده في الايه، في المطحنه. تمام. وعصرنا ميتهم وحطيناهم على ايه، على اللحمه. طيب، اهم حاجه بقى دي خلطه همبرجر، بحطها علشان تخلي اللحمه ما تفكش ولا في الصلصه ولا في التحمير، وكمان بتدي اللحمه تست حلوه قوي. طيب، حطيت معلقه فلفل اسود، وحطيت توم باودر وبصل باودر. تمام. وحطيت معلقتين ملح. ماشي. ما كانش عندي بابريكا طبعا فما حطيتش، فاللي عنده بابريكا بقى يحط. وهنعجن بقى زي ما انتم شايفين كده، وهنعملها كور صغيره كده. تمام. الحته اللي تلاقيها مشققه لزقيها في بعضها ودوريها كده بين ايديكي. اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا ما ينساش يحط لايك للفيديو لو عجبه، ولو محتوى القناه عجبكم يا ريت تعملوا لي اشتراك وتفعلوا جرس الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وتكبروا عيلتنا الكبيره هتكبر بيكم ان شاء الله. بصوا اهو، تكوري بقى كور صغيره كده. تمام. بس تقعدي تدوريها كتير عشان ما ايه، ما تفكش التدويره بتاعتها. بصوا الحته اللي بلاقيها مشققه بروح ايه، مقفله عليها عشان خاطر ايه، ما تفتحش في التحمير. تمام. خلاص بقى هخلص الكميه وارجع لكم. بصوا خلاص خلصتها كلها. نروح بقى معلقه زيت على معلقه سمنه ونسخنهم، ونحط بقى ايه، كور اللحمه بتاعتنا بتاعت الكفته. تمام. وكل ما تاخد وش من جنب، تاخد لون من جنب، نقلبها على الجنب التاني. تمام. واللي تحمر نطلعها ونحط غيرها. طبعا انا مسرعه ايدي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. جربوها ان شاء الله تعجبكم الوصفه دي. عايز ايه يا ليو؟ ليو عمال ينونو، صاحبته مش هنا بقى في الدرس، جودي. المهم، خلاص يا ليو. المهم بقى يا جماعه ايه، طلعوا بقى الكميه اللي احمرت ونحط ايه غيرهم لحد ما نخلص. تمام. بصي بحمرها من كل الجناب اهو. تعالى يا ليو. حمريها بقى كده من كل الجناب. لو عايزين تشوفوا ليو اكتبوا لي في الكومنتات اوريهولكوا، اللي مش مبطل نونوه ده. خلاص انا خلاص كده، دي اخر حاجه انا طلعتها ودي اخر واحده. هسيبها تاخد لون من الجنب التاني. تمام. بصوا بقى. طيب، هننزل بقى ببصلايه مفرومه ناعم. تمام. هتخرج لونها. هننزل بتوم، 5 6 فصوص توم مع قرن فلفل مشطشط كده وحلو، وهنديهم تشويحه. وبعدين هننزل بكوبايه جزر صغيره، هنديها تشويحه مع البصل والثوم. وبعدين هننزل عليها بالبسله اللي هي متفرزانه دي، انا مفرزاها في البيت، انا قايله لكم قبل كده في فيديو على طريقه تفريزها. طبعا انا بحب احط البسله يا جماعه اديها تشويحه مع البصل، ما بحبش احطها خضره في الصلصه لان ما بتبقاش طعمها حلو، بيبقى ليها طعم خضار كده في الصلصه، لكن لما بتتشوح التشويحه دي ما بيبقاش فيها طعم خضار نهائي. حطيت بقى رشه، اول ما خرجت ميتها غطيت عليها وخرجت ميتها، حطيت بقى
معلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه ايه ملح. تمام. وهنفضل نقلب فيها لحد ما تشرب ميتها كده، وتلاقيها تفقفق كده وتعمل فقاقيع كده ايه على البسلايه كده من بره. يبقى هي كده خلاص معانا ايه اتشوحت. تمام. بصي ايدك فيها يعني ايه، ما تبطليش تقليبه على نار واطيه. اغطيها واسيبها شويه، وبعدين اعري عليها تاني ابص عليها. بصوا هي كده خلاص خدت اللون اهو. بصوا انزل عليها بقى ب5 طماطميات مضروبين في الخلاط. تمام. عليهم معلقتين صلصه محترمين. عندك بابريكا بقى حطي، انا زي ما قلت لكم ما كانش عندي اليوم ده. تمام. ونسيبها بقى تغلي شويه. هنسيبها تغلي حوالي 10 دقايق كده، وبعدين هنحط فيها البطاطس، بطاطسية كبيرة كده متقطعة. تمام. هسيبها تغلي غلوتين مع البطاطس عشان انا مش عايزة البطاطس تتهري، وهطفي عليها النار. رصيت بقى الكفتة الكور دي في الطاجن، وفضيت عليها البسلة اللي احنا سويناها والخضار. تمام. وهنزودها شوية مية سخنين، والفرن والي على اعلى درجة، وهنحطها على الصاجة اللي تحت. تمام. هتاخد لها حوالي ساعة مع شوية رز بشعرية بقى انا عاملاه معاكم في القناة قبل كده. بصوا شايفين الجمال؟ والله العظيم حاجة كده عظمة، حاجة بتتكلم عن نفسها يعني. ومن نص كيلو لحمة مفرومة عملتش أكلة حلوة وجميلة ومغذية يعني. بصي مفيش تكلفة أكتر من كده، بس هو نص كيلو المفروم والخضار موجود عندنا. واللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا جرس الكل عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بحاجة. على فكرة يا جماعة والله العظيم طعمها كان تحفة بجد، جميلة جدا مع الرز بالشعرية مع شوية مخلل كده. يا سلام يا سلام. يا رب تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وابقوا اكتبوا لي وابقوا اكتبوا لي في الكومنتات لو عجبكم الفيديو. ولو حابين اعمل لكم حاجة معينة او عايزين تشوفوا وصفة حاجة معينة هبقى انزلها لكم ان شاء الله، بس اكتبوا لي في الكومنتات برضو. تمام. يا رب الفيديو يعجبكم، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. شايفين والله العظيم عظمة كده. يلا مع الف سلامة.